هل الطوفان كان على العالم كله؟ وهل فعلا كل الأحياء ماتوا؟ وهل فعلا كان يكفي لنوح ببناء الفلك إنه يحافظ على الخليقة كلها والحيوانات اللي فيها؟ أولا، الطوفان هو حقيقة تاريخية وعلمية. يوجد على مستوى التاريخ حوالي 250 حضارة قديمة كاتبين في الآثار بتاعتهم اللي اكتشفناها قصة الطوفان. ده البعض منهم زي مثلا الحضارة الصينية ذكرت نوح بالاسم، وقالت إن كان في واحد اسمه نواه دخل هو وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجاتهم الثلاثة لفلك عظيم لأن ربنا غرق العالم. وكذلك الحضارة الهندية وغيره. كمان في ألواح اسمها ألواح جلقامش ذكرت نوح بالاسم، وإن هو العاشر من آدم، وإن حدث أيامه طوفان غرق كل الأحياء، وابتدى من عهده جيل جديد وحياة جديدة. كمان الاكتشافات الجيولوجية في طبقات الأرض والجبال والرواسب أوضحت إن كان في طوفان حوالي 4000 سنة قبل الميلاد عمل تغير شديد في طبقات الأرض وكمية الرواسب، لدرجة إن ممكن يلاقوا كائنات حية كانت عايشة في البحر يلاقوها على قمم الجبال. المية وصلت إزاي لفوق بالسمك اللي فيها؟ ده لأن المية ارتفعت أيام الطوفان تقريبا من 3500 ل 4000 سنة قبل الميلاد. نضيف لكده كمان صور مرسومة في الحضارات القديمة لقيناها في الآثار والمنحوتات لشكل الفلك اللي كان موجود أيام نوح، سواء في الحضارة الفارسية أو الهندية أو الرومانية أو اليونانية أو الصينية أو الآشورية. كل الحضارات دي اتفقت إن كان في فلك فعلا، وكان بسببه نجا العالم، وكان اللي جواه نوح وعيلته. ولأن العالم كله جه من أصل مشترك من نوح وأولاده، فكل واحد في مكانه وفي بلده وفي المكان اللي قام فيه ابتدى يحكي لأولاده هذه القصة وكتبها وسجلها على الحوائط والآثار. طب السؤال المنطقي، هل معقولة كل الحيوانات كان ينفع تدخل الفلك؟ يعني شفنا إن نوح دخل زوجين من كل حيوان وطائر، باستثناء طبعا الحيوانات الطاهرة دخل منها 7 أزواج، لأن الحيوانات الطاهرة هياكل منها وهيقدم منها ذبيحة بعد كده. لكن الأغلبية، يعني أو بالأقل، دخل زوجين من كل نوع من الحيوانات والدبابات والطيور. فهل ده أولا يكفي يكون موجود في الفلك؟ ثانيا، هل ده يكفي إن يطلع منه كل أنواع الحيوانات اللي موجودة دلوقتي؟ الإجابة أيوة. أولا، لأن حجم الفلك اللي مكتوب اللي هو 300 في 50 في 30 ذراع في الإصحاح اللي فات، الحجم ده بالفعل بنوه أحد المهتمين بالكتاب المقدس، جماعة مسميين نفسهم إجابات في سفر التكوين، مجموعة علماء أمريكان مهتمين بقضايا الكتاب المقدس، وعملوا فلك بالحجم الطبيعي زي ما هو مذكور في سفر التكوين في ولاية كنتاكي. الحجم اللي عملوه وقسموه 3 أدوار زي ما مكتوب في الآية رقم 16 في الإصحاح اللي فات، لقوه يكفي ل45 ألف نوع حيوان. وعملوهم فعلا بماكيت صغير وبقوا يحطوه في الفلك عشان الناس تزور وتشوف. لكن كمان في حاجة، إن مش لازم يكون نوح أخد الحيوانات بحجمها الكبير المعتاد زي الزرافة أو الفيل. ممكن يكون أخد الأبناء وجوه الفلك كبروا، وبعد ما خرجوا من الفلك كبروا أكتر ورجعوا يتزوجوا تاني ويجيبوا من نوعهم أنواع تانية كتيرة. أيوة، لازم نعرف إن النوع ليه أصل، لكن يطلع منه أنواع تانية. بمعنى إن مثلا الأسد هو نفس نوع النمر، هو نفس نوع الفهد، هو نفس نوع القطة. فنوح كان يكفي ياخد رأس الأجناس، لكن يطلع منها أنواع مختلفة. كذلك مثلا لو اتكلمنا على الدببة، يكفي إنه ياخد منهم أعداد قليلة وأحجام صغيرة في السن، بعد ما يكبروا يتناسلوا أو يتكاثروا، ويطلع منهم أنواع زي الدب القطبي اللي موجود حاليا، اللي أكيد كان نوح ما أخدهوش جوه الفلك لأنه كان عايش في مكان بعيد. لكن يكفي إنه ياخد نوع واحد من الدببة، وهي بحسب البيئة اللي هتعيش فيها هتتشكل وتتنوع بحسب التطور اللي بنسميه مايكرو ايفوليوشن أو التنوع. أما بالنسبة للأسماك والبرمائيات، فما كانش من الضروري لنوح إنه ياخدهم معاه. أولاً، لأن مش هينفع يعيشهم في مية جوه الفلك. ثانياً، لأن العالم كله غرقان بمية، فهيقدروا يعيشوا لحد ما يخلص الطوفان ويبقى الأرض ترجع يابسة تاني. إذن فالحيوانات الحالية ليها 45 ألف أصل. الأصول دي هي اللي أخدها نوح معاه في الفلك، وكانت كافية إن يطلع منها كل الأنواع اللي موجودة ومنتشرة في العالم حاليا. وده لأن الأنواع اللي بتيجي من أصل واحد للحيوانات بتتكاثر جدا وفي وقت قليل جدا. يعني مثلا اتعمل بحث في ال100 سنة اللي فاتوا، يا ترى
ظهر كم نوع كلب من الأنواع الجديدة. في المئة سنة اللي فاتوا ظهر عشرات الأنواع من الكلاب الجديدة اللي ما كانتش موجودة قبل كده. الجينات اللي جوه أنواع الكلاب بتتعدد وتتكاثر جدا، فالتزاوج ممكن ينتج عنه أنواع جديدة من نفس الجنس لكنها متعددة وفي وقت قليل. كذلك فما بالك اللي حصل من 4000 سنة قبل الميلاد ولحد دلوقتي. تكاثرت كل أنواع الطيور وأنواع الحيوانات والبهائم وغيره لحد ما يظهر كل الأنواع الموجودة حاليا. شفنا بكده إن الطوفان والفلك وقصة نوح هي حقيقة تاريخية وعلمية وكتابية. طب يا ترى إيه مردود ده في حياتنا الروحية أو حياتنا اليومية؟ الحقيقة هو مردود التسليم. يعني إيه التسليم؟ يعني إحنا بنقرأ الكتاب المقدس ككتاب روحي جاي من الوحي من ربنا له كل المجد، فبالتأكيد كل اللي فيه صح، حتى لو في أجزاء هي فوق إدراكنا أو منطقنا أو استيعابنا. نحن نسلم إنها بالحقيقة حقيقة إلى أن تثبت. وفعلا ياما الناس تساءلت عن موضوع الفلك والطوفان، وهل ينفع يكون اللي مكتوب حقيقي وحصل؟ إلى أن العلم لحد دلوقتي كل يوم بيثبت إنها حقيقة فعلا حصلت من حوالي 4000 سنة قبل الميلاد. لكن لغاية ما ده كان يثبت، هل يا ترى اللي كان بيقرأ الكلام كان بياخده ببساطة وبتسليم؟ يعجبني جدا قصة الفتاة الصغيرة اللي حاولت إحدى المدرسات الشيوعيات في روسيا تشكيكها في الكتاب المقدس. فقالت لها: هل معقولة إن يبقى في إنسان يبلعه حوت ويقعد جوه حوت 3 أيام وما يموتش؟ قامت البنت ببساطة قالت لها: هو الكلام ده مكتوب فين؟ مش في الكتاب المقدس؟ قالت لها: أيوة كتابك المقدس. قالت لها: طيب بص يا ميس، حتى لو كان مكتوب في الكتاب إن يونان هو اللي بلع الحوت والحوت قعد جوه بطن يونان 3 أيام وما ماتش، أنا برضو كنت هصدقه. لغاية ما العلم بعد كده يثبت إن ده كان ممكن يحصل، لأني واثقة في إلهي وواثقة في كلامه. ده نفس ربنا يسوع المسيح قال: كما كانوا في أيام نوح يزوجون ويتزوجون وبعد كده جه الطوفان فجأة، هكذا هيجيء ابن الإنسان في مجيئه التاني. وبعد شهادة ربنا يسوع المسيح كمان، فما احناش محتاجين لأي شهادة خارجية. ولكن ربنا بيحذر إن اللي ما صدقش إن الطوفان جاي أيام نوح هو اللي مش هيصدق إن المسيح جاي في مجيئه التاني. وزي ما جه فجأة أيام نوح بالرغم إنها حاجة ما تتصدقش، كذلك مجيء ابن الإنسان هيجيء فجأة بالرغم إنه مجيء فوق مستوى العقل. فالقصة قصة تسليم لما أنذر به الله ولما وصاه أو رواه. نحن نؤمن بالكتاب المقدس بكل ما فيه من تفاصيل إنه حقيقة، لأنه مكتوب بوحي من ربنا. العلم أثبته أو لم يثبته بعد فهي مسألة وقت، لكن في الآخر ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذب، اللي من عند الله هو يثبت.